المسيحي متربي على ان الكتاب ده مش محرف. المسيحي اصلا مش عارف ان ده ترجمه، هو ما خطرش في باله ان السؤال، يعني اكيد المسيحي عنده ما بيتكلمش عربي لكن هو ولا عارف لغه المسيح، واتربى المسلمين عندهم كتاب بيحترموه بيقدسوا هذا الكتاب وبيحفظوا الكتاب، وهذا الكتاب له قدسيه وعند المسلمين هم فاكرين الكتاب ده زيه، وفاكرين ان ما فيش اصلا ترجمه تانية غير دي، فبيتصدموا ايه ده، هو في اصلا ترجمه عربيه تانية يا جماعه؟ ده كثير جدا من المسيحيين، وانا بحاول اركز على النقطه دي، بيتصدم لما يعرف ان دي ترجمه بروتستانت، ان الترجمه اللي ما بين ايده دي ترجمه البروتستانت اللي في الكنيسه بيقعدوا يشحنوهم على البروتستانت، واشحن واغلي وانفخ وما تروحش عند البروتستانت، ما تعملش عند البروتستانت، ما تسمعش كلام البروتستانت، اسمع كلام ابونا. انبه عليكم تنبيه مهم، اللي يروح عند البروتستانت لاي سبب، ترتيله مش ترتيله كلام فاضي من ده، محروم من التناول. اقول تاني، اللي يروح عند البروتستانت هو او ولاده محروم من التناول. ويعرف ان دي بروتستانت، والترجمه اللي اشتركت فيها كنيسته الترجمه العربيه مشتركه، ان هم راحوا واشتركوا فيها، وان توادرس بينصح بيها في كتاب بتاع العهد الجديد وفي فيديو، ولا في بقى نص الثالوث ولا قصه مرأة زانيه محطوطه في الهامش يقول لك مش عارف مين، ونهايه انجيل مرقس والله ظاهره في الجسد ونصوص غيرها كتير انت بتستخدمها لاثبات ايمانك. طيب يا فندم دي ترجمه تانية ولا يعرفوا عنها حاجه.